مساء الخير عليكم جميعا. معانا النهارده ومشرفنا ومنورنا حكيم بورسعيد شرف ليا صحيده ومنورنا هون علشان نساله كده سؤال محير الناس كلها. الناس كلها بتتكلم على موضوع العمله اللي هي ال 25 قرش. ما شاء الله اعلى ريتش في القناه عنده، عامله ريتش جامد والناس كلها بتسال على العمله دي وبتدور عليها. احكي لنا بقى ايه تاريخها بقى العمله المميزه بتاعتك، بنك الحظ بتاعك اللي هو ال 25 قرش اللي هي فيها السكر. ال 25 قرش او بالشعب بتاعنا الربع جنيه المفروم، تمام. ما كانش اول عمله تتصك بالشكل ده ان هي تبقى مجوفه من جوه او مدوره دائريه من الداخل والخارج، لان اول عمله اتصكت كانت سنه 1917. كانت عمله ال5 مليم، كان ايام السلطان حسين، وال10 مليم برضه اتصكت بنفس المنظر. بس لما صكوا العمله دي في الوقت ده ما كانش بهدف بنفس الفتحه دي، بنفس الفتحه اللي هو الربع جنيه اللي احنا بنقول يعني عليه الشعب المخروم. يعني مش الربع جنيه المخروم بتاعنا ده هو اول عمله تتعمل بالمنظر ده؟ لا، كان ال5 مليم وال10 مليم، وكان وراها دوافع تانية خالص، لان في الوقت ده كانت الحرب العالميه الاولى كانت لسه شغاله، وطبعا احنا كنا محتلين من انجلترا، فكانت الموانئ كلها واقفه. والفضه والذهب في الوقت ده يا جماعه كان في مشكله كبيره، لان احنا بنعتمد على مناجم الذهب في السودان وادغال افريقيا، والعملات كلها كانت ساعتها بتتعمل فضه يا ذهب. فضه يا ذهب يا نحاس، بس هو في الوقت ده كانت فضه. تمام. يعني العمله كانت مميزه. تمام. فطبعا لان المعدن كان قليل والاسعار كانت عاليه. على فكره الاسعار كانت في الوقت ده، اسعار البضايع والحاجات دي كانت كبيره جدا، وكان في تضخم والناس مش لاقيه شغل بسبب الحرب العالميه الاولى. تمام. فتوصلوا لفكره ان هم يصنعوا يصدروا ال5 مليم وال10 مليم مجوف من الداخل لهدف واحد، ان هم يوفروا في الفضه، يقلل من وزن العمله ويقلل من وزنها. تمام. كمان لان يعني ما كانتش معموله علشان شكل جمالي او حاجه. لا، كان تقليل من الوزن. وكان في حاجه، لما كان بيعمل 5 مليم لازم العمله يبقى ثمنها 5 مليم، يعني بفضه 5 مليم، يعني شيء يوازي شيء، تتوزن تبقى بنفس قيمتها فلوس. القيمه فلوس. يعني الفضه قيمتها فلوس. يعني الجرام لو هو الجرام ب5 قروش يبقى ال5 قروش تتعمل بالجرام ب5 قروش. تمام. فتوصلوا في الوقت ده ان هم لازم يجوفوها من الداخل، لان زي ما انا قلت الحرب كانت مشتعله، الموانئ المصريه كلها انجلترا كانت مسيطره عليها، والمانيا طبعا كانت داخله لنا عن طريق ليبيا، حدود ليبيا. فالوضع كان صعب، كان في تضخم، المعادن النفيسه كلها اختفت من الاسواق، الناس كانت خايفه من الحرب في الوقت ده، فجوفوها من الداخل. لكن الربع جنيه الشعب بتاعنا ال25 قرش اللي احنا بنسميه المخروم ما كانش اول عمله مجوفه من الداخل او دائريه من الداخل والخارج، لا بالعكس، من 100 سنه واكتر توصلوا للفكره دي، بس كان لاهداف تانية خالص. واحنا دلوقتي بقى قعدنا نتريق عليها بقى الربع جنيه المخروم، واحنا ما عادش معانا حاجه الا الربع جنيه المخروم، وقلبناها كوميديا المصريين الجميله. لكن هي الفكره في الوقت ده زي ما انا قلت كده كانت فكره اقتصاديه بحته، مش اكتر ولا اقل.